هالو هالو، ازيكم حبايبي الشطار؟ وحشني قوي من الفيديوهات اللي فاتت. يا رب تكونوا بتتابعوا قناتنا على اليوتيوب وهي سلسله قنوات سوبر ماذر اللي بنعلم فيها البيبي كلاس والكي جي 1 ايه الاساسيات بتاعت الانجليش عشان نقرا بشكل سريع وسهل، وكمان نقدر نتعلم انجليزي بشكل ممتع. سبسكرايب للقناه عشان يوصلكوا كل جديد. I love you more. طبعا حبايبي الشطار اللي كانوا تابعيني في الفيديوهات اللي فاتت كنا بنتكلم عن الفاولز الاي والاي والاي والاو واليو، وخدنا الفاول اي بالتو ساوند بتوعه الشورت واللونج، وكانت الفيديوهات ممتعه جدا وكانت بصراحه مفيده جدا للاطفال، ويا ريت اللي ما شافهاش يخش ويعمل سبسكرايب للقناه ويشوفها. طبعا حبايبي متعودين معانا ده احنا دايما لازم نعمل ريفيجن قبل اي فيديو جديد على اللي احنا خدناه عشان نعمل كده ايه كونكت بالحاجات اللي احنا خدناها. يلا نبدا، ليتس جو. تعالوا كده نشوف البيكتشر دي بتقول ايه. ده شورت ايه؟ طبعا هات. دي بيكتشر ايه؟ هات. هات شورت ايه اللي هو من 3 او 3 ليدر. نشوف كده الباراجراف اللي معانا ده. شوفوا كده، car a car a red car this is a red car. ده طبعا شورت ايه. طب بصوا كده يا ولاد اللونج عشان نراجعوا مع بعض برضو عشان قبل ما نبدا الفيديو الجديد. اللونج ايه كانت بتيجي بتلات حالات اي 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 واي. المقطع بتاع اي اي جي اتش ده بيتنطق اي اي، يبقى اي اي جي اتش ده مقطع بيتنطق لونج اي. تعالوا كده نشوف الاكزامبل مع بعض. rain rain nail nail made made way way tray tray bray bray. تعالوا كده حبايبي نشوف المقطع الاخير اللي هو بتاع letter E مع I مع J مع H، يبقى EIGH بيقولوا A. شوف كده نمبر 8، احنا بنقول دايما 8، مش بننطق اي حرف من الحروف دي ابدا، واحنا يعني عمرنا ما قلنا في جي ولا اتش، بنقول 8 على طول 8. ويت ويت يبقى 8 8 طبعا. ويت وزن. نيجي بقى الكلمه الثالثه هنا سليت. سليت دي المركب اللي احنا بنستخدمها في الجليد او بنزحلق بيها على الجليد. يبقى نبقى عارفين يا حبايبي ان في قاعده بتقول ان لدر اي اي جي اتش بيجوا في اي مقطع بيتنطقوا اي او لونج اي. لونج اي 8 ويت سليت. وعشان تستفيدوا اكتر وتعرفوا معلومات كتير عن لونج ايه وشورت ايه هسيب لكم اللينكات بتاعه الفيديوهات بتاعتها تحت في الديسكريبشن، يا ريت تنسوش تشوفوها عشان هتكون فيها معلومات مفيده جدا ليكم ان شاء الله. يلا بينا نكمل الفيديو، ليتس جو. معانا ايه بقى النهارده حبايب قلبي؟ معانا لدر اي. اي الفاول اي ده شقي وليه اصوات كتير وبيعمل حاجات كتير قوي عايزين نتعرف عليها النهارده. فاول اي الساوند بتاعه ايه؟ الاي اصلا ميكس ساوند اوف صح. تعالوا، واحنا قلنا ان كل فالف بقى ليه صوتين شورت ولونج. تعالوا كده نشوف مع بعض. تعالوا كده نشوف الاكزامبلز بتاعتنا. شوفوا السلايد دي كده. ب ب ب طبعا ده بقى اللي بنطلع فيه ايه النفس بتاعنا شويه اللي هو بي فور بن. ب ب بن بن لان ده ان يبقى بن بن. مش بنتك على الايه خالص. بعد كده عندنا هنا طبعا ده نمبر 10 10 10 كلنا عارفينه. دجاجه هن هن هن. طبعا برميل صغير اسمه كيج كيج كيج. الرجل اللي هي الساق يعني لج لج. مشبك بيج بيج. في السلايد دي اول كلمه عندنا هنا جيت. جيت يعني بيدي هديه او بيعطي اي حاجه. جيت 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 طائره نفاسه. جيت مت مت يعني بيقابل. مت. عندنا هنا شبكه نت. شبكه نت نت يبقى جيت جيت مت نت. كل ده شورت اي كده. بن بن. تن تن. ين ين اللي هي عملة الين. وين يعني امتى، يعني بنسأل عن الوقت، عن التايم بنسأل وين. مش ملاحظين هنا ان وين احنا مش بننطق الاتش خالص، لان في قاعدة بتقول ان الدبليو بتيجي مع الاتش بتخلي الاتش تعمل سايلنت، بنقول واه بس. تعالوا شوف كده اكزامبل عليها. شوف الدبليو ما تيجي مع حرف الاتش ما بتنطقش الاتش ازاي كده في الاكزامبل دي. اول صوره معانا من الحوت هنا ويل يعني حوت. ويربول يعني دوامه. ويربول. ويل يعني عجله. وصل يعني صفاره. ويت يعني قمح مش ويت عشان ده لونج ايه. whisper يعني بيتكلم حد بصوت واطي. ويسكر يعني شنب القطة. ويسك اللي هو ايه مضرب البيت. مع بعض السلايد دي. دن تن هن ين من ذن بن وين. شوف المقطع بتاع اي دبل ال بيقول ايه كده. بل تل فل will هل يل عشان هو سل
شل كل ده شورت اي، يبقى اي دبل ال تقول ال. تعال نشوف كده اكزامبلز هنا. طبعا دول ايه؟ كلمه مكونه من 4 letters. بصوا كده بيست نفس فكره الشورت اي بالظبط وبسيطه. بيست، فيست، جست، نست، بيست بنطلع ايه؟ هوا. ريست، تست، ويست 4 حروف. المقطع بتاع اي ان تي. شوف كده بنت، دنت، لنت، رنت، سنت، تنت، went، spent. تعالوا نقرأ مع بعض هنا حبايبي الشطار مقطع اي ان دي بالراحة كده ومع بعض. الطفل هيبدأ يحب القراءة بالطريقة دي. بند، سند، فند، تند، لند، سبند، مند، ترند. الهدف هنا حبايبي احنا مش بنعقد الدنيا خالص، احنا بس بنعود الطفل يفك لسانه ويعرف يقرا بشكل بسيط. مش شرط خالص نحفظ كميه الكلمات دي ولا السبيلنج ولا اي حاجه، احنا بنقرا بس مجرد ريدنج ندرب بس فيها الطفل يعرف يقرا ازاي اي كلمه يشوفها بالانجلش بمنتهى السهوله زي العربي. هو ده الهدف بس. تعال نقرا كده. built، felt، melt. شوفوا المقطع بتاع ELT. built، wilt. دي بقى dwelt يعني سكن. حابه بس اقول لكم ان كل الكلمات اللي قدامنا فيها اخرها التي دي ممكن تتقال وممكن لا، عشان في بريتش وامريكان. يعني ممكن نقول دوالت او دوال. هنا بقى نلت او نل يعني الكوع. ما بنقولش كي هنا، مش بنقول الكي خالص عشان في قاعده كي ان مش بتتنطق الكي صغيرا زي نايف سكينه. تمام. هنا بقى سملت رائحه، سملت او سملد. هنا بقى معانا المقطع بتاع ECK. اوعى ننسى قاعده الكي والسي كي الطماعه، وشرحناها في فيديو قبل كده وهحط لكم اللينك بتاعه تحت. ان امتى تيجي كي وامتى تيجي سي كي ونعرف امتى نفرق بينهم. دبل فاول بيجي معاه كي لان الكي بتحب طماعه بتحب 2 فاول، لكن السي كي بيجي معاه 1. هنا معانا 1 يبقى نحط سي كي زي. تعالى كده نشوف. نك، دك، هك، نك، بك، تشيك. خلي بالكوا تشيك. فليك، سبيك. بلاش كلمة ريك اللي في الآخر دي عشان ليها قاعدة وليها قصة شوية، بس هي صعبة قوي على سنهم فمش هناخدها دلوقتي. بس هي اسمها ريك. يبقى الفيديو ده كده كله كان عن الشورت ايه، وفي شوية تريكات كده عايزين نركز فيها مع مامي ونراجع كتير ونقرأ كتير السلايد عشان مهمة جدا. وبكده يا حبايبي الشطار يبقى وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. ثانك يو فور واتشنج، جود باي. وريت ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة عشان يوصلكم كل جديد في سلسلة قنواتنا سوبر ماذر. باي باي.